مستشفى جهينة المركزي في محافظة سوهاج استقبلت طفلة رضيعة عندها 6 شهور، وكانت حالتها صعبة جداً بعد ما اتلدغت من عقرب شديد السمية. والفريق الطبي لما كشف على الطفلة انصدم لما شاف حاجة غير متوقعة. تعالوا نحكي لكم الحكاية من بدايتها. المفاجأة إنهم وهما بيكشفوا على الطفلة وبيحاولوا يعرفوا السبب لقوا العقرب نفسه جوه هدومها. الطفلة وصلت قسم الاستقبال والطوارئ وهي تعبانة قوي، وأعراضها في الأول كانت شبه نزلة شعبية، لكن الطبيبة اللي كانت بتكشف عليها مرتاحتش للتشخيص واشتبهت إن الموضوع ممكن يكون تسمم. ومع المتابعة والفحص الدقيق اتفاجأ الفريق الطبي بوجود عقرب حي جوه ملابس الطفلة، وبعدها بدقايق بدأت تظهر أعراض لدغة العقرب بشكل حاد، وحالة الطفلة دخلت في مرحلة خطيرة جداً. على طول الفريق الطبي اتحرك بسرعة وكفاءة، وتم إعطاء الطفلة 15 جرعة من المصل المضاد للدغات العقارب، وده أدى لتحسن سريع وملحوظ في حالتها، وتم إنقاذ حياتها في وقت حرج جداً. الطفلة لسه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى، وبيتم متابعة إنزيمات القلب خلال الفترة الجاية علشان الاطمئنان التام على استقرار حالتها. التدخل الطبي الناجح ده ومجهود الأطباء داخل المستشفى على إنقاذ حياة الطفلة، وفي النهاية بنتمنى الشفاء العاجل للطفلة وربنا يتم شفاها على خير. ولو مريتوا أو حد من قرايبكم بتجربة أو قصة شبه قصة الطفلة شاركونا بيها علشان نقدر نوعي الناس ونحذرهم. اكتبوا لنا في الكومنتات.